بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة في التوقيت ده بتُثار قضية ماذا حدث في 1952. الناس مش مستقرين على تعريف موحّد لما حدث في 1952. يعني نجيب ساويرس مثلًا طلّع بيان بيقول في مثل هذا اليوم مش عارف إيه مصر يعني إدانة لما حدث. طبعًا رئيس الجمهورية طلع وقال ده يوم عظيم ويوم مش عارف إيه ويوم إذًا مش ما فيش اتفاق. ده راجل زعيم سياسي اللي هو رئيس الدولة، وفي ده زعيم اقتصادي، والاتنين مختلفين تمامًا، يعني واحد شايفها حاجة ملائكية، وواحد شايفها حاجة عصابية يعني. وفي النُص بقى ناس بتتسخر وناس بتعمل وناس بتعمل وناس بتعمل، يعني في مثلًا السنة دي اللي قريت حاجة جديدة يعني، بيقول لك الموضوع ده بقى له كتير جدًا منذ الطفولة يعني. الموضوع ده بيتكرر كل سنة في هذا اليوم. واحد بيقول لك ده اليوم ده 23 يوليو هو اليوم اللي انتقل فيها لقب باشا من أصحاب الأراضي والأغنياء إلى أمناء الشرطة. أمناء الشرطة بنقول لهم يا باشا دلوقتي، بدل بعد ما كنا بنقول لطلعت حرب وعبود باشا والبدراوي عاشور والناس دي، بنقول لهم يا باشا. دلوقتي بنقول لأمين الشرطة يا باشا. ده تعليق طريف يعني. طيب هل السنة دي ممكن نقول حاجة جديدة؟ طيب نشوف كده، والا ما فيش داعي نكرر بقى يعني. على العموم الاتفاق على احداث التاريخ غالبا برضو بيبقى فيه اختلاف كبير، يعني مش حاجه اللي بيحصل الخلاف ده مش حاجه خاص بينا بس، لا. يعني حتى الان الثوره الفرنسيه ما فيش اتفاق عليها بين الفرنسيين. حتى الان شوف بقى لها 200 سنه او اكتر يعني. ما فيش اتفاق على ماذا حدث في الثوره الفرنسيه. في ناس بيرون ان هو شر وناس بيرون ان هو خير يعني. ما فيش اتفاق يعني، فشيء طبيعي ان يكون في يعني، ولو انه مش صح قوي يعني. كان لازم يبقى فيه اتفاق الى حد ما. طيب ايه اللي ممكن نقوله جديد السنه دي؟ هقول لكم الاول ان في حاجه اسمها الزعيم، هتكلم عن عبد الناصر تحديدا. هل هو زعيم؟ طب ايه هي مقومات الزعامه؟ لو جينا بحثنا عن مقومات الزعامه، اولا الزعيم ده مش شرط يبقى زعيم دوله او زعيم، لا، ممكن يبقى زعيم اي جماعه، اي مجموعه بشريه ليها، ممكن يبقى ليها زعيم، سواء دولة، حزب سياسي، حركة حركة شعبية، عصابة، شبكة فساد. لسه دلوقتي عاملين بيشوف شبكات الفساد اللي بتتساقط دي. رئيسة مكتب الشهر العقاري في مش عارف في كفر الشيخ ولا ايه، قبض عليها مع شبكة فساد. بيزوروا توكيلات بيبيعوا بيها أراضي الأوقاف والحاجات اللي في المحافظة. وعلى فكرة الحاجات دي من زمان قوي. في وكيل وزارة التموين مش عارف اتقبض عليه مش عارف ايه ومش عارف ايه تاني، لا شبكات يعني دول عصابات. بس عصابات يعني أفندية يعني، غير العصابات الإجرامية اللي بتسرق مباشرة. يعني يخشوا يسرقوا الشقق، يسرقوا مش عارف ايه، لكن كلهم حرامية. كل دول زعماء. طيب ايه اللي بيخلي الزعيم، ايه الفرق؟ هل في فرق بين، لا مفيش فرق. هو اللي بيخلي الزعيم زعيم لأي جماعة حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولانية إن هو بيقودهم إلى النجاح. ناجح، ذكي، عنده مواهب. سواء كان زعيم شعبي بيقود شعبه إلى النجاح، يعني إلى تحقيق أشياء مفيدة للشعب، تحقيق أشياء زي أردوغان مثلا. أردوغان ده زعيم مفيش شك. أنا لما كنت في السعودية أول ما رحت، كانوا أسوأ أنواع الأجانب اللي في السعودية هم الأتراك. كانوا شغالين بيمسحوا جزم، مش حاجات كده يعني. يعني كانوا عمالة سيئة جدا. لما ظهر أردوغان اختفى الأتراك من السعودية، اختفوا. البلد اتطورت والأرقام بتقول، أنا ما بقولش حاجة من عندي يعني، مش فكرة إن أنا متعصب لأردوغان، بس أنا موضوعي يعني. شوف الأرقام، شوف تركيا بقت فين دلوقتي. كانت تركيا في قبل ما يجي أردوغان كانت دولة تافهة جدا، يعني دولة كده تافهة تعريفة يعني، محدش بياخدها مغزى الجد، كله بيلطش فيها. لا دلوقتي رقم. شوف الرئيس الامريكي نفسه بيعمل حساب لاردوغان، لانه طبعا عنده اجهزه بتبين له ان
الدوله دي والراجل ده زعيم ويقدر يحرك الاحداث. شوف انت مثلا عمل ايه في الصراع بين ارمينيا واذربيجان. الصراع ده بقاله سنين، بقاله 28 سنه. ارمينيا محتله جزء من اذربيجان، حرر هو هذا الجزء لاذربيجان، ساعدهم، وفي الاخر صالحهم مع بعض الاثنين وعمل اتفاق وانتهى الموضوع. شوف عمل ايه في سوريا، الناس كلها عماله تقول بشار هنعمل عليه في بشار، إيه طير بشار في يوم وليله. في ليبيا كان حفتر هيسيطر على ليبيا وهيعيد مشوار القذافي تاني، وقف عنده حد. وهكذا. فالزعيم هو اللي بيقود شعبه الى النجاح. النهارده تركيا بقت يعني شعبها في رخاء، بقت قوة اقتصادية جبارة. مستوى الدخل ارتفع. البضائع التركية في السوق المصري في كل مكان. يقول لك تركيا رجعت في كلمة اسمها كان، يعني انا فاكر كنا بنقول الحاجة لما نيجي نشتري بضائع يقول لك ده امريكي، ده اسباني، ده ايطالي، ده دلوقتي بقى في تركي. تروح سوق الكهرباء يقول لك ده مشترك تركي، يقول لك ده سلك تركي. تروح المحلات الادوات المنزليه يقول لك ده الثلاجات البيكو دي. يعني انا عندي في البيت هنا كل ثلاجاتي وفي الفريزرات بيكو. احنا كنا نسمع عن بيكو ده؟ لا، كنا نسمع عن ماركات امريكيه اللي هي احسن حاجه يعني، ويستنج هاوس ومش عارف ايه وحاجه زي كده. وبعدين ظهرت حاجات بقى اللي هي المصريه اللي هي الايديال ومش عارف ايه، وبعدين ظهرت الفيليبس اللي هي الهولنديه. دلوقتي النهارده البيكو نمره واحد في السوق، ثلاجه تركيه. وهكذا. وبعدين بدأوا بيعملوا صواريخ وبيعملوا طيارات وحاجات كده. اذا ده زعيم قاد شعبه الى النجاح. هو دي صفات الزعيم، اول صفه للزعيم. بس في صفه تانية مهمه جدا جدا، ان الزعيم لا يخون شعبه، لا يخون مجموعته البشريه. ممكن هو يعمل حاجات ضد مجموعات اخرى فيها خيانه او فيها غدر او فيها كذب او فيها لؤم او فيها دعاء او دي حرب. لكن مع شعبه لازم يكون صادق، ما يخونش شعبه. يبقى قلنا الصفات الزعيم لازم تتوفر فيه حاجتين: النجاح، الايه، عدم خيانة شعبه، عدم الكذب على شعبه. خلاص. تعال نشوف بقى عبد الناصر. عبد الناصر نمسك موضوع النجاح. هل عبد الناصر نجح؟ تعال نشوف المحطات الرئيسية في سياسات عبد الناصر ال 18 سنة اللي حكم فيها. هنلاقي ايه؟ هنلاقي فيه التأميم، خلاص، وهنلاقي فيه الإصلاح الزراعي، وهنلاقي فيه حرب 56، حرب اليمن، حرب 67، قضايا انحراف المخابرات. 6 محطات في سياسات عبد الناصر. يعني دي ال6 محطات الرئيسيه في سياسات عبد الناصر. في حاجه ثانيه غير كده؟ لا، هم دول ال6 الرئيسيه. تعال نشوف كده في ال6 دول نجح ولا ما نجحش. سياسات التأميم اللي عملها، هل دي التأميم بما في التأميم يعني ان هو خد المصانع من اصحابها، هل هو نجح في السياسه دي؟ لا طبعا. فين المصانع عبد الناصر؟ كلها اتباعت خرده. مش كلها اتباعت خرده، على حسن مبارك باعها خرده، كلها باعها خرده. ما بقاش في مصانع، كل مصانع القطاع العام انتهت. فين مصر الألبان؟ هو خد الحاجات دي ناجحه ولا مش ناجحه؟ ناجحه. يعني مصر الألبان دي بتاعت طلعت حرب، دي كانت يعني الأسرة المصرية كلها وأنا طفل، إزازة الحليب اللي هي 4 صاغ دي كانت هي العمود الفقري للأسرة. لبن مبستر ممتاز نظيف جدا. شركة مصر الألبان عندها فروع في الأرياف، في المنصورة وفي هنا وهنا وهنا، وبتجيب الحليب تبستره وتبيعه لك ب4 صاغ، مش محتاج تغليه، انت بتسخنه بس او بتاع او بتشوي بارد حتى. ب4 صاغ مبلغ زهيد جدا. كان الشعب المصري كله بيشرب شاي بحليب. يعني من تقاليد الاسره المصريه ان الصبحيه ست البيت ازازه اللبن دي تحطها كده في الكاسرونه تسخنها وتعمل شاي بلبن للاولاد يشربوه مع الفطار. ازازه حليب ب4 صاغ. كان القشطه على الوش قد كده. كان عندهم كمان الجبنه النستو اللي هي المثلثات دي، حاجه فخمه، حاجه رائعه. كانت هي من يعني ماده السندوتش الاولى للاطفال هم رايحين المدرسه. حتى في اغنيه شهيره، هكمل في الفيديو الجاي.